إن دور المذيع أو الإعلامي أو الصحفي إنه يلبس فورمال أو تعمل شعرها وتطلع على الناس تلعب في دماغهم لصالح اللي يدفع لهم أكتر. الإعلام اللي يتخلى عن ضميره زي الجندي اللي يخون وطنه بيخرب المجتمع. ضميرك لو ما حكمتوش في كل تفصيلة في حياتك ما تستحقش تعيش أصلا. دعاء بتضحكي على ايه؟ اصل الاعلامي اللي عنده ضمير زي دكتوره فريده اللي حضرتك بتتكلمي عليه لو ما اتكلمش لصالح اللي بيدفع له مرتبه كل اول شهر هيقعد في بيتهم. يعني انت لو قدامك خيارين انك تحافظي على ضميرك وتقعدي في البيت او انك تبيعي ضميرك هتعملي ايه؟ انا شخصيا يعني؟ انت ماليش في قعده البيت. بصي يا دعاء، في حد يكلم الدكتوره بتاعته كده؟ ما هي اللي بتنظر يا بيبي. وبعدين انا مش هخش لها محاضرات تاني علشان اخلص منها خالص. لا يا شيخ، وهتمتحني ازاي ان شاء الله؟ ما تقلقش عليا هتصرف. والله العظيم انت شكلك هتسقطي، وبدل ما نتجوز هنقعد نقضيها بوس تحت السلم. اتلم يا مازن. بقول لك ايه، بمناسبه البوس تحت السلم ما تجيبي بوسه. اتلم بوسه بقى. بس بقى الله. انتوا جيتوا يا اولاد؟ اهي والله كويس انك جيتي. تعالي بقى اتصرفي مع بنت اختك، واخداني على جنب وبتقولي هبوسه. كلام يا واد. انا قلت لها انا ما بحبش اغضب ربنا، تصبر بعد الجواز واللي هي عايزاها اعمله. ازيك يا حبيبتي؟ ازيك يا ماما؟ عامله ايه؟ وازاي يا ماما؟ الحمد لله كويسه. انا قلت حاجه الاقيها جايه النهارده. طب كويس قوي، احنا نستناه ونتغدى كلنا مع بعض. لا نتغدى مين؟ هناخد دعوه وناكل بره. تموت في الرمرمه، ماله اكلنا؟ اتغدوا هنا وبعدين اخرجوا. منى نعم يا مدام. يا ليلى هنا. امك حضرت الغدا ولا لسه؟ 10 دقايق بالظبط ويبقى جاهز على الترابيزه. طب حضري انت السفره عقبال ما اشوفها. بقول لك عايزه اشرب ميه. حاضر، ثانيه واحده بس احضر الترابيزه واجيب لك حاجه. اموت من العطش يعني لحد ما حضرتك تحضري الترابيزه. حاضر. منى ساقعه ها؟ حاضر حضرتك. طالع رخامه. انا رخمه؟ حضرتي السفره يا منى؟ ثواني بس، دعاء هانم كانت طالبه ميه. بنتك كبرت يا نجاة، مكسوفه تقولي يا هانم. طب والنعمه دي بتموت فيكي، يمكن بتحبك اكتر ما بتحبني. استني، دي اكيد عافيتها، انا هروح افتح لها. مفتاحك فين؟ مش لاقيه ومش قادره ادور انا رايح فين بس؟ ارفعي ايدك. يا مازن بقى عايزه انام. ارفعي ايدك. استنى كمان. وش. ماشي. ايه اللي جابك يا ماما؟ ايه اللي جابك؟ بقى بالذمه في ام في الدنيا اول ما تشوف بنتها تقول لها ايه اللي جابك؟ ارجع مطرح ما جيت يعني؟ دودو ازيك يا حبيبتي؟ عامله ايه؟ وحشتيني. وانت كمان يا دودو. معلش مش هلحق اقعد معاكي عشان هموت وانام، اقعد معاكي بكره. تعالي هنا. ايه؟ انت وراكي 100 حاجه، الفرح بكره. لا جبتي الفستان ولا الشبكه ولا اكدتي حجز الكوافير ولا قلتي لاصحابك هيلبسوا لون ايه. شفتي الظلم؟ انا اخترت البينك على فكره. هو ايه البينك ده؟ الفساتين برايدز ميدز هيلبسوها. وباقي الحاجات كل ده بقى بالليل يا لولا. هعدي على الاتيليه اشوف الفستان وهنروح نشتري الشبكه والباقي بقى بالتليفون. مشي حالك. ايه تعالي هنا اهو. هو انا مش هروح معاكم وانتوا بتشتروا الشبكه؟ لا طبعا، الجو القديم ده. ده جو قديم بقى. ايوه، وممكن بقى تسيبيني اخش انام احسن. والله العظيم افرش وانام هنا. هاتي لي يا بنتي حاجه افرش وانام هنا عشان هو مش عايز يسيبني انام جوه. يلا ايه البيت ده؟ يلا ايه البيت ده؟ يلا استنى دي خالتك. السلام عليكم. وعليكم السلام. اهلا يا حبيبتي. ازيك يا خالته؟ يلا على السفرة على طول. عمتك بتحبك. كده دي ماتت من دعائي عليها. ازيك يا مازن يا حبيب قلبي؟ يا فوفيت ازيك يا حبيبتي؟ لولا قالت لي ان خالته ما راحتش الشركه النهارده، قلت اجي اطمن عليك. كده يا لولا بتدي تقارير الشركة لمامتك برضه؟ تقارير ايه بس؟ ده انت رئيستي، هو انا ينفع اقدم فيكي تقارير لحد؟ خلاص انا بقيت حد. ففتي دي رئيستي. مالك فين امال؟ جت من بره على السرير على طول، كأنها بقالها 20 سنة ما نامتش. يا ستي سيبيها تنام وترتاح عشان يبقى وشها منور كده في الفرح. ما هو ده اللي مجنني، مليون حاجة في الفرح لسه ما خلصتش. لو ملك محتاجه اي حاجه يا طنط انا ودعاء موجودين، احنا نساعدها. ملك زي اختنا بالظبط. الأول بس تصحى ملك
وبعد كده نسالها محتاجه مساعده ولا لا. يلا يا بنت انت وهي هنتاخر، انا بلبس في دقيقه. ما هي الفساتين اللي بعتها الست ملاك واسعه، هي دي يطلع منها حاجه عدله ابدا في حياتها. احمدي ربنا انها بعتت، بدل ما ندفع لنا 400 500 جنيه ايجار فستان في ليله واحده. هي خالتي مش هتبعت لك عربيه تاخدنا؟ مش اختك دي مش المفروض تريحك؟ من امتى ليلى بتريح؟ الله، امال هننزل ازاي بالهدوم دي في وسط الحته؟ دول كانوا يزفونا. انا كلمت عاطف سواق التاكس هياخدكم لملك تعملوا شعركم وتتمكجوا وتغيروا هناك. يلا اقلعوا الفساتين دي، يلا يلا. حاضر. عيني عليكم يا بناتي. الست ملك تتجوز وتفرح وتتهنى واحنا نشحطط وراها. بعد اذنك. اهلا عاصم. الف مبروك، ربنا يتمم بخير. ده يا عم صلاح، وانا لازم اعمل فرح عشان اشوفك ولا ايه؟ يا عاصم بقى، ما انت عارف مواعيد العياده والعيانين، ده انا فضيت نفسي النهارده بالعافيه عشان اقدر اجي. امال انا عيادتي بتنش كده ليه؟ ما تبعت لي شويه يا اخي من العيانين بتوعك. ايه يا عاصم، انت بتغزي العين عنك ولا ايه بالظبط؟ اوعي تصدق يا منال، ده كل العملاء التقال اللي في البلد دي بيروحوا له، بس لما مش بيلاقوا بقى مواعيد بيضطروا يجروا الدكاتره الغلابه اللي زي حالاتي. يا راجل، شفت يا هانم القر اللي عيني عينك ده؟ امال فين ليلى هانم علشان نبارك لها؟ اتفضل اتفضل يا فندم، اتفضل. قاعده هنا بتعملي ايه؟ روحي اقعدي جنب بنت خالتك. اقعد جنبها اعمل لها ايه؟ تشوفيها عايزه حاجه محتاجه حاجه. لا ما تقلقيش عليها، جنبها اصحابها وحبايبها، ودعاء بنتك لازقه لها لازقه زي خيالها. فاضل شويه وتقول للمكير والكوافير وسعوا انتوا وانا اللي هزوقها بايدي. ناصحه مش خايبه زيك. ماما بقول لك ايه، سيبيني في حالي، انا اللي فيا مكفيني. طب يا اختي اقعدي جنبي ما اشوف اخرتها ايه معاكي. اوه منى، أؤمر يا دكتور. البنت المتخلفه اللي اسمها حسين دي جت الفرح، وانا خايف انها تبوظ لنا الليله. عايزك تروحي تخليها تمشي من هنا حالا. قولي لها انا هتفاهم معاها وتعدي عليها بعدين. انا هطلع لملك، عايز انزل الاقيها مش موجوده هنا. مفهوم؟ مفهوم يا دكتور. طبعا حقك، ما انا السواق اللي جابهولك بابا. شفت خاله يا لوجي جايب مقدم شرطه ونائب مأمور اسم قد الدنيا عشان يسوق العربيه يوم الفرح. ماشي افتح يا ابني الباب، انت هتوقفنا كتير. حاضر يا اسر بيه، عاجبك كده يا دكتوره فريده؟ معلش بقى، ما هو عريس. ما الشرطه في خدمه المقاطيع اللي زيك اصلا. على الله بس بكره ترفع اسم مصر، ما تجيلكش الاقيك بتعيط ولا منتحر. قولي له خليك في حالك يا اسطى. خليك في حالك يا اسطى. حاضر يا هانم. لا يا علي، انت كده اتبهدلت قوي.